تحذير شديد اللهجة من الكاتب بولس عماد مؤلف رواية ويسكي. بيقول لك وبيحذرك قبل ما تقرأ الرواية لازم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم علشان تحصن نفسك زي ما أبطال الرواية عملوا. رواية ويسكي بتصدر عن دار كتبنا. الرواية عبارة عن مزيج من التشويق والإثارة والغموض وأسرار كتير جدا، علشان كده بيقولك حصن نفسك لأنها فيها طلاسم وفيها تعويذ ممكن تأذيك. أبطال الرواية عملوا كده وحصنوا نفسهم كمان بحاجات مختلفة. هي الرواية تشبه أساطير ألف ليلة وليلة، يعني الناس اللي بتحب التخيل والخيالات والحكاوي دي هتحبها جدا. هي بتدور سنة 1950 وبتمر بيك في حادثة دون شوي، وبتتكلم عن قصر الأغراب. قصر الأغراب اللي موجود منه 2، واحد في الأرياف محدش شافه اتبنى ازاي، لكن أكيد في عمال بنوه. والقصر التاني موجود في القاهرة المحروسة زي ما كانوا بيقولوا عليها زمان. الحقيقة رغم ان هي عدد صفحاتها كبير، يعني تقريبا 290 صفحة، بس انا ما قدرتش اسيبها الا لما خلصها، يعني قريتها في يوم علشان اعرف الاسرار اللي فيها الكتيرة جدا، وخصوصا ان في سر خطير مش هيتكشف الا في اخر الرواية، لان هي بتتكلم عن الباشا ملهم سلطان اللي في ناس بتقول عايش وفي ناس بتقول ميت. طيب لو ميت هي فين جثته؟ ده لغز تاني كان محيرني جدا لغاية ما وصلت له في آخر الرواية. الرواية حلوة، اقتنوها. وكمان في الآخر كده التحذير الأخير بخصوص اسم الرواية، هي اسمها ويسكي. ليه سماها ويسكي؟ علشان بيحذر منه. ليه؟ هتعرف برضو لما تخلص الرواية. تحياتي لكم.